السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ ام جنة. ان شاء الله يا رب تعجبكم. النهاردة هدمس معاكم الفول ان شاء الله بطريقة بسيطة سهلة جميلة هتعجبكم، هتعتمديها ان شاء الله في مطبخك وهتشوفي النتيجة ان شاء الله هتعجبك جدا. زي ما انت شايفة شكل الفول يعني حاجة كده عاملة زي الزبدة فعلا، كله دايب في بعضيه، مفيش وحداية كده. يعني زي ما انتوا شايفين الشكل عامل ازاي، كله داخل كده في بعضيه ومهري جدا ومستوي ولونه تحفة. حاجة كده ان شاء الله هتعجبك. الطريقة دي انا بستخدمها طول عمري، يعني فترة طويلة وانا بعمل الطريقة دي ما بغيرهاش. ومكوناتها كلها بسيطة ان شاء الله، هتقدري انك انت تعمليها بطريقة سهلة ومش هتاخد منك دربكة ولا حاجة، وهتعجبكم ان شاء الله. تمام كده هنبتدي بقى. قبل ما طبعا نخش في الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكل المشتركين الجداد ان شاء الله. هبتدي ان شاء الله في الفيديو ده. زي ما انتوا شايفين انا عندي فول اهو، زي ما انتوا شايفين الفولة دي فولة مستوردة. تمام كده هتنقي الفولة الفاتحة، بلاش الفولة الغامقة، يعني حاولي دايما ما تيجي تجيبي منها هاتي الفولة اللي هي اللي يكون لونها فاتح كده زي لون البلدي بس فاتحة كده يعني. انا مبحبش استخدم البلدي لان بتبقى الفوله بتاعته كبيره شويه كده، انا بحب الفوله الصغننه دي. تمام كده همسك الفوله بتاعتي الاول هنقيها، لو فيها اي حاجه كده مش عجباني، فيها فوليه مش كويسه هتشيليها على جنب، فيها قشر فيها اي حاجه هتنقيها تنقيه كويسه جدا وهتركنيها على جنب. تمام كده همسك الفول بتاعي ده هغسله غسله كويسه جدا وهمسكه انقعه 12 ساعه. اهم حاجه ان انا انقع الفول بتاعي 12 ساعه. تمام كده بعد ما هنقع الفول بتاعي ب12 ساعة عندي حلة زي ما انتوا شايفين. انا مسكت الفول بتاعي كده نقعته وحطيته اهو في الحلة بتاعتي، وحطيت معاه ربع كيلو من الفول المدشوش غسلاه كويس جدا برضو، وحاطه معاه نص كوباية من العدس الاصفر. مسكته كله غسلته مع بعض وغسلة كويسة العدس مع الفول. الفول اللي هو المدشوش يعني مع العدس الاصفر. تمام كده وحطيته على الفول اللي انا نقعاه اصلا زي ما قلت لكم 12 ساعة. تمام كده وهنزل عليه بالمية بتاعتي. عايزة بقى تنزلي بمية مغلية مفيش مشكلة، عايزة تنزلي بمية من الحنفية برضو عادي. انا عن نفسي بستخدم مية من الحنفية على طول. تمام انا كده حطاه اهو زي ما انتوا شايفين على النار، ولعت عليه النار وحطاه، وحاطه ميه من الحنفيه على طول، محطتش ميه مغليه. تمام كده اهو الفول كله مع بعضه زي ما انتوا شايفين. انا يعني بقلبه عشان اوريكم ان هو كل الفول كده متداخل كله مع بعضيه. تمام بعد ما حطيت الفول وحطيت العدس وحطيت الفول المدشوش بتاعي هنزل عليه بمعلقتين من الصلصة. هي كل المكونات بتاعته يدوب هي صلصة. تمام كده ونص ليمونة وكيلو من الفول بتاعي اللي هو الفول المستورد، وعليه ربع كيلو من الفول المدشوش، وعليه نص كوباية من العدس الأصفر. هي دي كل المكونات اللي انا حطيتها. زي ما انتوا شايفين انا دلوقتي نزلت بمعلقتين من الصلصة ونزلت بعصرة نص ليمونة. اهم حاجة عصرة نص ليمونة دي ليه؟ لان دي بتحافظ لي على لون الفول بتاعي متخلوش يسود، بتخلي لونه زي ما هو كده ايه، لون الكهرمان كده الفاتح كده الجميل ده هتلاقيه زي ما هو كده مش هيغير لونه ابدا. تمام كده قلبت الفول بتاعي كده ودخلته كده في الصلصة بتاعتي مع الليمون مع كل المكونات بتاعتي، وهغطي الحلة بتاعتي وهسيبه لما يغلي. مش ههدي عليه النار دلوقتي الا لما يغلي. تمام كده بمجرد ان شاء الله ما الفول بتاعي هيغلي هبتدي اهدي عليه النار قوي. ادي الفول بتاعي اهو، دي كده اول غلوة خدها الفول بتاعي. تمام كده هتشوفوا حتى الفول لسه يعني ايه لسه اصلا ما اتهرتش، دي كده اول غلوة انا خدتها. اهم حاجة لازم تتابعيها في الفول بتاعك، واهم خطوة انك انت لازم تاخدي بالك كويس قوي من موضوع المية، ودايما تبقي مركزة مع الفول. يعني كل فترة كده بصي عليه بصة لو محتاج ميه، والمهم تنزلي عليه ميه سخنه، مش هينزل بقى ميه ساقعه عاديه، لا لازم تكون ميه سخنه لان انا الفول بتاعي اصلا مغلي سخن، فلازم تنزلي عليه ميه مغليه. تمام كده انا كده غطيت الفول بتاعي غطيت الفول بتاعي وهديت النار بتاعتي على اقل درجة نار، يعني خليه درجة هادية جدا. هيقعد الفول بتاعك من 4 ل5 ساعات على النار على درجة هادية، وتتابعي المية بتاعته. ده الفول بتاعي بسم الله ما شاء الله انا خد مني بالظبط 5 ساعات على النار لما وصلته للقوام اللي انتوا شايفينه ده كده. شايفين الفول منظره شكله عامل ازاي؟
الفول يعني بص كله يعني زبدة كده، يعني كله دخل في بعضه كده وكله دايب كده وتقيل كده، سمكه تقيل كده جميل. ان شاء الله هيعجبك والله، جربي بالطريقة الجميلة دي ان شاء الله هتعجبك. وطبعا في اخر الفيديو كيسي بقى، وفي اخر الفيديو طبعا ما تنسينيش بقى باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ان شاء الله عشان يوصل لكم كل جديد. واترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.